يا أهلا، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 10 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك، وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. عقبال ما أعمل لك قهوة معايا، عايز أسمعك غنوة لمنير، أغنية قديمة شوية بيقول فيها: أمر من الصبر سؤالك لغير مولاك. أمر من الصبر سكلانك لغير مولاك، يصفر لونك وقليل سمح وعطاك. بس عارف، في أيام كتير عدت علينا الصبر ما كانش اختيار. بتقطع ورقة من النتيجة اللي متعلقة على الحيطة، تعلن نهاية يوم وبداية يوم جديد من عمرك. أيام بتعدي ورا بعضها وحياة بتجري حواليك وانت حالك زي ما هو. لا الأيام بتشفي الوجع، ولا الشهور والسنين بتعلمك تنسى. يجي حد يعشمك بطبطبة على قلبك ويقولك: كله بيعدي. هو كله بيعدي بس الأهم بيعدي ازاي؟ عشان في حاجات كتير الحياة فيها بتعدي من فوق رقبتنا، بتعدي بعد ما تكسر في روحك وقلبك حتة كبيرة، بتعدي بعد ما تاخد معاها اللي ما بيرجعش من سنين عمرنا، أو حد غالي عمر الأيام ما هتعوضه. بتعدي، لكن جايز بعد ما تشطب على الباقي السليم من نفسيتك وطاقتك وقدرتك على التحمل. اختبارات الحياة بتعدي بس عمرها ما بتسيبك انت وحياتك زي ما انت. اشرب قهوتك. انت عارف ان القهوة والصبر في بينهم شبه كبير. الاتنين طعمهم مر في الأول، لكن المرارة جزء من الرحلة وجزء من متعة الطعم. القهوة والصبر مع الوقت بيبقوا أسلوب حياة ووسيلة ونس في انتظار مرور الأيام الصعبة. والأهم إن الاتنين محتاجين وقتهم، ما تستعجلهمش، عشان في الآخر يطلع لك فنجان مظبوط يعوضك عن كل لحظات الانتظار. بيقول الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش: القهوة لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت تحتسى على ماء. وزي ما القهوة بتتعمل على نار هادية عشان طعمها يظبط، الحياة كمان ليها نارها وليها وقتها عشان الحياة ترجع تظبط. مشكلة الصبر يا صديقي إنه ليالي طويلة، أيامه تقيلة وساقعة على روحك وباردة في شعورك بالحياة. اللحظة فيه بتعدي عمر، وشعور سخيف بإن الدنيا دي سايبة الناس كلها وجايبة كرسي وقاعدة لك انت بس. زي الغرقان جوا محيط في عز ليل ضلمة ما طلعلوش قمر، مسحوب جوا دوامتك، لا عارف انت فين ولا المفروض تعوم في اي اتجاه. هتلاقي الشط تاني ولا هتفضل غرقان؟ مين هيمدلك ايديه ويلحقك؟ ومين هيسيبك تواجه مصيرك وحدك؟
طاقتك وقدرتك هتجيبك تعوم قد ايه، وهتتحمل لحد امتى. ليالي بتعدي محدش حاسس بيك غير مخدتك، دموعك بتعافر عشان تفرج عنها وتخرج، وحجر تقيل على صدرك لا قادر تشيله بعيد عنك ولا عارف تتنفس منه. انت وحدك اللي حاسس بتقله، وبقيت زيك زي شمعة زينة بيشوفوا بس نورها ودفاها وريحتها الحلوة، بتدوب من غير ما حد يشوف مقدار التآكل فيها. وفي الأغلب مش هياخدوا بالهم غير لما تطفي. ليالي بتقول فيها يا رب، وتحس ان صوتك صدى بيخبط في الحيطة ويرجع لك. انت ما فقدتش ايمانك بربنا لحظة، انت بس قدرتك على الاحتمال بتخلص منك. الشمعة بتخلص، بتكلم ربنا بتقوله انا صابر بس تعبت. هو اللي انا فيه ده طبيعي؟ ولو فاكرني يا صديقي بعبر عنك دلوقتي وانا بحكي لك عن ليالي الصبر الطويلة، فأحب أقولك إني بوصف لك حالتي الشخصية جوا الليالي دي، ولو في أي شبه بينا فده لأنك صديق قهوتي الأقرب. قريت زمان أسطورة عن حجر اسمه حجر الصبر، تحكي له كل اللي وجعك، اللي مكتوم جواك، اللي ما قدرتش تعبر عنه لحد، تحكي وتحكي، ثم الحجر فجأة ينفجر من كتر الألم. كنت ساعات بحس إنه أنا الحجر ده، بلم جوايا كل حاجة، ساكت هادي، بس كل يوم ببقى أقرب للانفجار. في السبعينات في جامعة ستانفورد اتعملت تجربة شهيرة اسمها تجربة المارشميلو. جابوا أطفال صغيرين وقعدوهم قدام قطعة مارشميلو وقالوا لهم لو قدرت تستنى 15 دقيقة من غير ما تاكلها هتاخد واحدة كمان. بعضهم أكل فورا، وبعضهم حاول يقاوم، وفي اللي نجح إنه يستنى. اللي عملوا التجربة فضلوا يتابعوا الأطفال طول عمرهم تقريبا لحد ما كبروا، ولقوا إن اللي صبر كبر وهو عنده قدرة أعلى على النجاح في الحياة. الصبر علميا هو قدرتك على تأجيل الرغبات وتحمل الضغط من غير ما تنفجر أو تتصرف باندفاع. وفلسفيا الصبر هو وش تاني من الشجاعة. الشجاعة في تحمل الألم من غير ما تنهار. أما في البوذية مثلا فبيقولوا عليه كشانتي، وهو تحمل الأذى من غير غضب، ودي واحدة من فضائل الكمال عندهم. ولكن هل اختبارات الحياة لازم تكون تحمل لوجع مستمر، ولا في وشوش تانية لاختبارات الحياة، وشوش مفيدة مستخبية؟ بيقول فيكتور فرانكل وهو طبيب نفسي وناجي من الهولوكوست: كل معاناة تحمل في داخلها معنى إن نحن أردنا أن نراها. لو بصيت لاختبارات الحياة من زاوية تانية هتكتشف إن لكل محنة بتصبر عليها وشوش كتيرة، ودي مرحلة التحول يا صديقي من الألم للفهم. الوش الأولاني لاختبارات الحياة وش كئيب، صعب، مؤلم، مليان إحباط ودموع ووجع وشعور بالكسرة والعجز والظلم. والوش التاني رغم قساوته برضه لكنه مهم ليك، وهو لما تسقط أقنعة الناس اللي حواليك فتبان لك وشوشهم الحقيقية، وتكشف لك أوقاتك الصعبة أصل معدنهم وحقيقة حبهم. وما تستغربش لما يتحول أقرب الناس في محنتك لأغراب.
وربما يلعبوا دور الغريب بنفس براعة دور الحبايب القريبين اللي لعبوه. وتلاقي أول ناس جنبك وبتساعدك وبتلحقك وبتهون عليك هما ناس ما كنتش تتوقع منهم ده. محن الحياة عموما يا صديقي فلتر عظيم للناس في حياتك. أما من وشوش اختبارات الحياة اللي هتشوفها، وده وش قاسي جدا ليه علاقة بطبيعة الحياة اللي عايشينها، وهي إن الحياة عمرها ما بتسيب لك رفاهية الانهيار. ما عندهاش وقت الحياة تديهولك عشان تحزن أو تقع أو تتعب، فتلاقي نفسك مربوط في قطرها وبتجري معاها لكن من غير روح. بتاكل، بتشرب، بتخرج، بتضحك كمان، بتقوم بكل مسؤولياتك وواجباتك على أكمل وجه، بس انت في الواقع مش موجود أصلا. الحياة حواليك فيلم صامت لا فيها روح ولا انت مدرك اللي بيحصل فيها. وعموما الأيام واختباراتها هتفرجك على سيناريوهات عجيبة من الأحداث ومن المواقف ومن الناس، ولكن مع كل اختبارات حياتك دي في رحمة إلهية يا صديقي ومقدرة ربنا بيمنحها لك، وده هو الوجه الأعظم لاختبارات الحياة. فتكتشف نعم أخدتها كمكافأة وسط محنتك في شكل صحة وقفت بيها على رجلك، أهل بيحبوك هونوا عليك، أصحاب جدعان وقفوا جنبك، ناس ما تعرفهمش ربنا حطهم في طريقك عشان يساعدوك. وربما يكون بعضها نعم كانت موجودة واختبارات الحياة جت فتحت عينيك عليها وخليتك تقدر قيمتها. وهنا يتنقل الصبر على اختبارات الحياة من خانة التحمل لخانة أرقى بكتير، وهي التقبل والتسليم. مش بس إنك تستنى نهاية اختبارات الحياة اللي بتمر بيها، لكن إنك تسلم أمرك لله من غير مقاومة داخلية. الصبر مش دايما معناه إنك مستني حاجة تتحقق، أوقات بيكون معناه إنك سلمت وقبلت وقررت تعيش رغم النقص. وهنا تيجي قصة جاك نولاند، موظف شركة الشحن اللي كان بيعيش على عقارب الساعة. حياته كلها مواعيد وتسليمات، كل حاجة في حياته بتجري بسرعة، لحد ما في يوم حصلت حادثة غير متوقعة. طيارته وقعت في قلب المحيط، ورماه الموج على جزيرة مهجورة الزمن فيها اختفى. وهناك على الجزيرة بعد ما فقد الأمل في إن حد يجي ينقذه، قرر يصبر على اختبار الحياة ليه. جاك اتعلم الصبر، اتعلم يصبر على الجوع لحد ما عرف يولع أول نار، عرف يصبر على الصمت القاتل حواليه لحد ما بقى يقدر يسمع صوت الموج كأنه بيتكلم. قدر يصبر على الوحدة لحد ما خلق لنفسه صاحب، كورة رسم عليها وش بدمه وسماها ويلسون، وأصبح أعز أصدقائه. ولما فقد ويلسون وخطفوا البحر منه، اختبرته الحياة من تاني، بس المرة دي قرر يكمل رغم حزنه على فقد صديقه، لأنه اتعلم الدرس. الصبر علمه إن النجاة مش مجرد أمل، النجاة صمود. ولما رجع لحياته الطبيعية من تاني، رجع إنسان مختلف، فهم إن الحياة مش سباق، وإن أجمل الحاجات في الحياة بتحتاج نفس طويل. And I know what I have to do now. Gotta keep breathing. Because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring. أوقات اختبارات الحياة بتاخد مننا كل حاجة،
بس كمان أوقات بتعرفنا على نفسنا لأول مرة. وهنا يا صديقي يجي دور التسليم، ومش الاستسلام. التسليم هو إنك تقف قدام الدنيا حتى لو مش فاهمها وتقول يا رب اللي انت كاتبه أنا قابل بيه، وبيقين تصدق أي اختبار في حياتك مجاش عشان يهدك، لكن جه عشان يشيل من جواك أي شوائب، فتبقى أخف، أقوى، وأقرب من ربنا. ساعات بنفتكر إن الصبر معناه إننا سايبين الدنيا تدوس علينا، ساكتين مستسلمين عاجزين، لكن الحقيقة الصبر عمره ما كان ضعف ولا استسلام، ولا الصبر يصنف عجز. الصبر هو القوة اللي بتخليك تكمل وانت موجوع، بتتحمل صعوبة الرحلة وانت مش شايف فيها مخرج واضح. هو النعمة اللي بتخليك تقبل اللي مش قادر تغيره، بس من غير ما تفقد إنسانيتك أو تبيع مبادئك أو تفقد الجميل جواك. بيقول ليو تولستوي: The two most powerful warriors are patience and time. الصبر والزمن بيشكلوا أقوى قوتنا في مواجهة تحديات الحياة. الصبر على اختبارات الحياة مهم في حياتنا، لأنه بيخلق توازن داخلي جوا روحك، بياخدك لمستوى تاني من النضج، وبيولد جواك قوة وتعاطف وفهم عميق للحياة. من غير الصبر نفقد القدرة على إننا نكمل مسارات حياتنا الطويلة أو تحقيق أي تغيير حقيقي أو إنجاز كبير فيها. عارف قهوتك لما تسيبها تبرد بتفقد طعمها؟ كده الحياة من غير اختبارات لو عشناها كلها سهلة نفقد طعم اللحظة وعمق النجاة وحلاوة العوض. اختبارات الحياة دايما وقفة إجباري لإعادة حساباتك وتحويل مسارات حياتك. بتكبر فيك يا صديقي قدرة استيعابك للحياة، وبتدرب عقلك ازاي يستوعب دقات النقص والتخلي والفقد والخسارة على انها احداث محتملة جوه لعبة الحياة. بتدرب روحك تشوف اصغر شبابيك الفرحة والسلام النفسي في حياتك فين وتجري عليهم. فاشرب قهوتك وطبطب على قلبك، فمع اختبارات الحياة دايما في قانون مكافآت إلهي ثابت متشلك فيه دايما طبطبة بعد وجع، فرج بعد دقيقة، فرحة بعد حزن كبير، مكسب بعد خسارة، عوض بعد فقد، وراحة بعد تعب، وتكبيرة بعد كسر كان كبير قوي في روحك. ومع فنجان قهوتك اللي جاي افتكر يا صديقي ان ربنا ما بينساش تعبك وصبرك ابدا، واللي صبرت عليه هيجي يوم تقول الحمد لله انه ما جاش بدري. وافتكر كلام جلال الدين الرومي لما قال: كن صبورا فالحياة تخطط لأشياء جميلة لك في الوقت المناسب.